السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله كاملين بخير. كما تشوفوا الدبارة متاعنا تقول في رمضان اليوم صلي على النبي. شربة شعير، سلطة، جراتان متاع بروكلو وبطاطا، وعنا البريك. هذا الجراتان شوف الوجه متاعه محلاه. أول حاجة باش نعملوها نحطوا شربة الشعير الطيب. عنا كما تشوفوا طماطم، هريسة عربي، ورقة رند، واللحم مقصوص مكعبات صغيرة. نخليهم يتقلوا في شوية زيت أكيد، وبعد نزيدهم شوية ماء باش تتحل الطماطم والهريسة والكل، وتدخل المكونات في بعضها. لهنا حضرت الثوم، شوية ملح وشوية تابل معاهم. تو بعد شوفوني من ملحش خاطر ديجا حطيت في الثوم الملح. هذه شربة الشعير متاعنا، زيدا غسلتها قبل ما نحطها. ديما شربة الشعير رانا نغسلوها كيما نغسلو الروز، نغسلو شربة الشعير. شوفك المنظر اللي فيها محلاه يشره. لهنا حطيت لا إله إلا الله محمد رسول الله. حطيت زدر نتاع الدجاج ربع باش نعمل شوية البريك، احنا جوست للفطور هكا هوا. حطيت لهنا فوحت بالكركم، وكذلك فوحت بالفلفل الكحل، وباش نحط شوية ملح فقط للدجاج. كما تشوفوا الدجاج باش نخليه في كمية الماء هذيك للي ينشح على الاخر، وبعد نرحيه. الهوني هاكا الدجاج نشح. لهناش نحط معدنوس بصل اخضر في الاخر وقرينات فلفل، ونخليها سلة تكمل الطياب متاعها. بالنسبة للجراتان ديجا اسمت البطاطا والبروكلو. ولهنا باش نعمل الصوص حطيت 2 مغارف زبدة باش نخليهم يذوبوا. في الوقيت هذايا نفكركم ونفكر نفسي باش نقولوا مع بعضنا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا إله إلا الله محمد رسول الله. ذوبت الزبدة، وتوا بعد ما تذوب نحط على جهة 3 مغارف فرينة. يعني 2 مغارف الزبدة حطينا عليهم 3 مغارف فرينة، ونقعد نخلط فيهم. تنجموا راو تحطوا حتى 4 مغارف فرينة، لكن أنا نحبها كيما هكايا مرخوفة، ونقعد نقلي فيها برشا حتى لين تطيب الفرينة ما تقعدش نية. وهكاك يقعد الواحد يدور للي يدوخ. نحط كاس حليب، هو بخسك نصف لتر راهي هذيك تاكلك. نصف لتر تنجموا تحطوا اما كاس حليب وكاس ماء، والا 2 كيسان حليب، الحرية ليكم انتوما. به نقعد نخدم فيها بالطريقة هذه. يا الله يا كريم. نحركوهم بالكدا كما تشوفوا هاكم اللي دايدة متاع سيرين قاعدة تعمل في الواجب هي وتحرك. وأنا في نفس التوقيت هذايا حطيت 4 كعبات فرماج. اللي يحب موتزاريلا يحط، واللي يحب يحط فرماج الحرية ليكم. حطيت أنا الحقيقة فرماج 4 كعبات، وقعدنا نحركوا فيهم حتى لين يذوبوا. ونحطوا شوية فلفل أكحل بالطبيعة، شوية ملح، ما نكثروش راو الملح على خاطر عارفين البطاطا
صمتناها في شوية ملح، والبروكلو زادا كيف كيف صمتناه في شوية ملح. دونك ما نكثروش في الصوص الملح. والهوني عنا البطاطا متاعنا، تحب ترحيها بفرشيطة وإلا بهذي كيف كيف اللي عندك متوفر. نرحيها هكايا، وبعد نزيد عليها ريوس وردات، يعني كعبات بروكلو، نخلطها معاها. هو في الحقيقة رانا نجمو نفرشو الكوش هذيك متاع البطاطا، وبعد نحطو فيها المشامم نحطوهم، لكن أنا فضلت نقص منهم خاطر كمية فيها بزايد، قلت خليني نرحيهم معاهم، وخليت كعبات باش نزين بيهم من الفوق. كما تشوفوا رحيناهم هكايا باش يخي قلت خليني نزيد عليهم شوية معدنوس وبطبيعتي باش نحطه، لكن الإضافة اللي عملتها هي متاع الفلفل الزينة. قلت خلي احنا الحقيقة نحبوا الحاجة الحارة. وخلطت المكونات بالكدا بالكدا. هذه الصوص متاعي باش نحط منها شوية في البيراكس، نحط منها شوية وبعد نحط الخليط هذاك فوقها. وشوفوني كيفاش أنا قسمته، يعني نحط كل مغرفة بجنب أختها باش تجيني كي نبسطها تجيني سهلة. هكيك قسمتها بالتساوي. ونقعد نرتب فيها اليوم. الروتين متاعنا الكله في المطبخ اليوم. عنا عطلة، الواحد يصبح راقد شوية، هيك علاش ولينا نتأخروا. ولهنا كما تشوفوا عندي كل مشامم هكومة، قصيتهم وحطيتهم كل كعبة بجنب أختها. هو راهو مصموط يتاكل حتى بنين، يعني مش بالضرورة نقليوه، واللي يحبه مقلي ينجم يقليه وبعد يزين بيه كيما هكا. الحرية ليكم. المهم عبيت الأماكن هذوكم الكل بالوردات، وبعد نزيد نحط فوقهم البشاميل. الحقيقة من أروع الأكلات الصراحة، يعجبني أنا الجراتان متعلي. أي حاجة فيها خضرة أنا نحبها أكثر من اللحوم، لكن احنا منقسمين في الدار، عنا شكون يحب اللحوم وعنا شكون يحب الخضرة. هذه الموزاريلا نبرشها فوقه خاطر هي اللي باش تعطيه اللون بعد. وكما تشوفوا فيها ندخلها على 100 في الفور على درجة 150. لهنا عنا الدجاج اللي طيبناه مع شوية بطاطا، مع كعبة بطاطا مسموطة، شوية بصل وشوية معدنوس، ونرحيهم مع بعضهم. كما تشوفوهم أنا ما حطيتش ملح ولا حاجة، لأنه كل شيء مملح، البطاطا والدجاج مملحين. زدت عليهم بيضة خلطتهم مع بعضهم.
خلطتهم مع بعضهم كما تشوفوا. وهذا هي البريك متاعي، قسمت هي نصف تزينة 6 كعبات، يعني قسمتهم على 2، وناخذ بالفرشيطة ناخذ كمية متاع حشو نحطها، ونحط فوقها شوية فرماج، وإلا كما تحبوا موزاريلا، وإلا احنا ديما الحقيقة بالفرماج نعملوه، ونبرمها ونحطها تتقلي كيف نعمل الكعبة الثانية والثالثة، وهكاك الكمية الكل للي نكملها، وإن شاء الله تشوفوهم على الطاولة مقليين حاضرين. وهذا فطورنا اليوم كما تشوفوا فيه حضر ما شاء الله الجراتان تاعنا، السلطة، الشوربة، وكذلك البريك. كينا في طاولة رمضان. شوفوا البريك هذيك أنا لازم الورقة اللي تفضل نعملها نقليها وحدها فارغة، هذه من ذكريات الطفولة، يعني ما نجمش نهار بالبريك يتعدى من غير ما نعمل العملة هذيك. كما تشوفوا ما بقالي كان باش نقول لكم أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، نلتقي في فيديو آخر إن شاء الله، ونقول لكم إلى اللقاء في فيديو آخر. نعبي لكم شوية قبل ما نمشي، نودكم ولا نشهيكم، وإن شاء الله شهوتكم في الجنة، وكل عام وانتم حيين بخير.